فندق جولدن جول اسكندرية. يا مساء الفل عليكم من قناة جولة وقهوة على الرايق على اليوتيوب. النهاردة يا جماعة جولتنا في اوتيل جولدن جول اسكندرية على البحر مباشرة. طبعا اول ما بنوصل هناك بنلاقي اللي هو مطعم سي يو الملحق بالفندق، وبنلاقي اللوجو بتاع الفندق زي ما انتم شايفين كده. طبعا الاوتيل ده تابع للقوات المسلحة. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده شكل الاوتيل كده بعد ما الدنيا ابتدت تليل علينا. انا رحت مرتين علشان اخد فكرة عامة بحيث اقدر اصور لكم فيديو يكون شامل كل حاجة. يلا بينا بقى ناخد الجولة بتاعة الصبح مع بعض. اول بقى ما رحنا كده دخلنا الاوتيل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لقينا ان في باركينج اللي هو بره الاوتيل تعرفوا تركنوا فيه عادي جدا. اما الباركينج اللي كان جوه الاوتيل اللي فيه العربيات ده اللي هو الناس تبع القوات المسلحة او الناس اللي هم اوريدي في الاوتيل نفسه اللي هم نزلاء الاوتيل. بعد كده بقى ندخل بقى يلا بينا الاوتيل مع بعض علشان نتفرج على شكل اللوبي بتاعه المميز جدا. ومن ضمن اللوبيهات الموجودة في اسكندرية في الاوتيلات بتاعتها شكلها فخم جدا وقيم جدا ومعمولة على أحدث طراز وأحدث شكل وأحدث ديكوريشن. لا ومش بس كده كمان، ده كل اللوبي كاشف البحر من بعيد ومن قريب وكاشف الأوتيل كله. يعني وانت قاعد في اللوبي تبقى تقدر ان انت تاخد الكافي بتاعك او مثلا تاخد حاجة من البار وتبقى قاعد شايف البحر كله والبول بالشكل الجميل. طبعا ده منظر اللوبي اوفر فيو كده ليه كله. بعد كده هبدأ كمان شوية افرجكم بقى على شكل البول من اللوبي زي ما انتم شايفين، والبحر كده تحس ان هو انفينيتي بول مرتبط بالبحر. تقدروا وانتوا في البول تبقوا شايفين البحر وانتوا في البحر برضو يبقى البول باين. وزي ما انتم شايفين كده يعني في بقى اماكن كتير تقدروا ان انتوا تقعدوا فيها، اوبن اريا وكلوزد اريا، اماكن كتيره جدا موجوده. بصراحه اوتيل مميز جدا عجبني قوي، لان مش كل الاوتيلات اللي في اسكندريه كلهم بيبقى ملحق بيهم البيتش. ممكن مثلا في اوتيلات تانية لا داعي طبعا لذكر اسمائهم تضطر ان انت تاخد الباص علشان تروح البيتش الملحق بيهم في مكان تاني. اما ده من ضمن الاوتيلات اللي البيتش ملحق بالاوتيل من ضمن 3 اوتيلات موجودين في اسكندريه بنفس الستايل ده. المكان اللي احنا كنا واقفين فيه جوه اللوبي ده المكان اللي هو كان كاشف الشكل اللي انا فرجتكم عليه. ندخل بقى شمال اللوبي بنلاقي برضو بول تاني كده ومنطقه بتاعه كيدز اريا ومنطقه بتاعه يعني فيديو جيمز وبلياردو وحاجات زي كده للاطفال. ده شكل اللوبي ككل، وده شكل برضو البار اللي كان في اللوبي. بعد كده برضو في نفس المنطقة اللي هي ناحية اللوبي اللي كانت على الشمال لقينا بقى كده زي بلكونة. تمام، البلكونة دي بنطلع منها بنشوف برضو منظر الاوتيل ككل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا فيو روعة، والقعدة في المكان ده طبعا تحفة، بتبقى شايف البحر كله كاشف البحر كله. وشايفين برضو عاملين زي لسان كده، وتقريبا برضو هيعملوا مجموعة كافيهات في المباني اللي هي لسه بتتعمل. ومن بعيد خالص برضو بيبقى الاوتيل كاشف منطقة اللي هي التيفولي دوم بتاعة اللي هي الكافيهات والمطاعم الشهيرة. وبرضو زي ما انتم شايفين كده برضو في كافيه ومطعم موجودين برضو. كل ده هنكتشفه مع بعض دلوقتي. برضو مكان يعني مميز ومتعدد، فيه حاجات كتيرة جدا تتعمل مش بس حاجة واحدة. وده اللي هو يو كافيه برضو اللي هو الشهير جدا، برضو بتلاقوه كده في جنب الاوتيل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. برضو مميز جدا للي حابب ان هو يروحوا. وادي تيفولي اللي انا بقول لكم عليه ده بقى عبارة عن اريا كده فيها مجموعة كبيرة جدا ومتعددة جدا من المطاعم والكافيهات. فالاوتيل مميز جدا ان انتم برضو تحسوه في السنتر، حواليه اماكن كتيرة جدا ممكن تطرح. ده غير طبعا جمال الاوتيل. وبرضو البول لقيته ان هو 65 سنتيمتر، وفي يعني جزء تاني ده للاطفال وجزء تاني اللي هو 110 سنتيمتر للكبار. طبعا زي ما انتم شايفين كده برضو الجزء اللي هو الرملي ده برضو ممكن ان انتوا تقعدوا فيه على الرملة. وطبعا في حاجز كده شايفينه ده في بقى اوتيل تاني برضو تابع للقوات المسلحة.
برضو بيفصل ما بينهم اللي هو الحاجز اللي هو لونه اورنج اللي انتم شايفينه البلاستيك ده، والاتنين ليهم شاطئ رملي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وادي برضو على شمالنا بيبدأ يظهر منطقة مطاعم وكافيهات تانية هشاور لكم عليها دلوقتي. اهو عملت لكم زوم ان عليها، ادي المنطقة هناك اهي اللي انتم شايفينها دي كلها مطاعم وكافيهات برضو. يعني زي ما قلت لكم من شوية الاوتيل محاط بمجموعة كبيرة جدا من الفود كورتس والمطاعم والكافيهات والكلام ده كله. ندخل بقى تاني اللوبي علشان بقى نبدأ ننزل. احنا دلوقتي كنا في الدور بتاع اللوبي، نبدأ بقى ننزل الدور اللي هو اللي تحت على البول على طول. ومش عشان بس افرجكم على منظر البول من قريب، ولا علشان برضو افرجكم على منظر البحر من قريب، لا مش بس كده، لا ده انا هفرجكم دلوقتي، خليكم معايا علشان افرجكم على منطقة المطاعم بتاعة الاوتيل نفسها والكافيهات بتاعة الاوتيل نفسها، اللي تقدر ان انت تتغدى فيها او تفطر فيها او تتعشى فيها وتبقى شايف منظر الانفينيتي بول بالمنظر بتاع البحر كده، حاجة في منتهى الروعة. وطبعا لقيتهم عاملين رسومات جامدة جدا برضو اللي انتم لسه شايفينها من شوية عند الحيطة. يلا بقى نطلع كده على اللي هي منطقة الاوبن اريا بتاعة الاوتيل علشان ناخد الجولة مع بعض ونتفرج. رحنا بقى للباب زي ما انتم شايفين كده علشان نطلع الاوبن اريا زي ما اتفقنا، علشان نتفرج على المنظر بقى الجميل ونجيب بقى الاوتيل كله، نبقى شايفين الاوتيل كله شكله، افرجكم عليه علشان تتخيلوا برضو وتشوفوا لو انتم حابين تروحوا هناك تبقوا متخيلين المكان ككل. طبعا ده البول زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده، زي ما اتفقنا بتبقوا شايفين البحر بالشكل الجميل ده، وزي ما اتفقنا دي البلكونة اللي احنا كنا واقفين عندها علشان نتفرج على منظر البول والبيتش لما كنا فوق. وده منظر اللوبي بتاع الاوتيل، ان هو ازاز كده برضو بيبقى كاشف كل حاجة زي ما اتفقنا، هو مميز عاملينه بالازاز كله علشان تبقى شايف المكان ككل. وده طبعا اللي هو سي يو كافيه اللي احنا قلنا عليه برضو المميز جدا اللي انتم لو حابين تقعدوا فيه. وادي شكل اللي هو البول بتاع الاطفال والبول بتاع الكبار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. والغرف باللون التركواز وابيض اللي هناك بعيدة دي، كل ده هنتفرج عليه دلوقتي مع بعض. وده طبعا المبنى المميز برضو اوتيل كده عالي الردهة، هيعملوه جديد بس بصراحة معرفش هيكون تبع ده ولا هيكون اوتيل تاني، لسه ما بانش اي حاجة. قرب بقى على البيتش كده على البحر زي ما انتم شايفين كده، عاملين شماسي في المنطقة اللي هي على الرملة، وحاطين طبعا كراسي وعاملين شезлونجات كتيرة. ولسه برضو هندخل يمين كمان شوية برضو علشان نتفرج، بس مش دلوقتي، هفرجكم برضو دلوقتي على اللي هي الكنب والكراسي زي ما انتم شايفين، تقدروا ان انتوا تقعدوا عليها عادي جدا. لو مش حابين تقعدوا في كافيه او مطعم في الاوتيل تقدروا ان انتوا تقعدوا على الكنب والكراسي. لفة سريعة كده بالكاميرا زوم ان وزوم اوت برضو علشان تتخيلوا منظر الاوتيل ككل كده من بعيد. حاولت ابعد لاقصى نقطة علشان افرجكم على مطعم سيو وكافيه برضو سيو، وافرجكم على تيفولي كده من بعيد، وافرجكم على الاوتيل ككل. اما الكشك الخشبي ده اللي هو بناخد منه الفوط بتاعتنا للبيتش او للبول زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس فيعني ده يعتبر كده فكرة عامة للأوتيل. بعد كده قلنا في مباني تركواز في أبيض اللي انتم شايفينها دي، هي دي بقى المباني بتاعة الغرف. طبعا بتتقسم لدورين، دور فوق ودور بيكون تحت. في جزء على اليمين ناحية تيفولي وفي جزء على الشمال ناحية الكشك الخشبي ده. طبعا هم بيبقوا دورين، في حاجات منهم بتبقى سي فيو، في حاجات منهم بتبقى بول فيو، في حاجات منهم بتبقى باك فيو. تعالوا اقرب بيكم برضو على منطقة الغرف اللي هي على البحر، اللي هي شايفة البحر اللي هي الغرف السي فيو علشان برضو تشوفوها من قريب زي ما اتفقنا، هي اللي هي اللبني في ابيض بالشكل ده. كذا دور بتبقى بقى شايفة منظر تيفولي دوم، تبقى شايفة منظر البحر، شايفين القعدة السلطنة والشезлونجات والشماسي بقى، والدنيا كده هوا والبحر مفتوح كله قدامكم وشاطئ رملي جميل جدا جدا. ادخل بيكم اكتر برضو لمنطقة تانية برضو فيها برضو الغرف الموجودة دورين، برضو بتبقى شايفة البحر اقرب برضو لتيفولي. وادي بصوا القعدة بقى الكنبة كده سلطنة للناس اللي ما بتحبش تقعد على الرملة. بعد كده بقى نشوف شكل اللي هو المطعم اللي هو بقى موجود في الدور الارضي زي ما انتم شايفين كده، عاملين بقى رسومات جميلة جدا. بصوا عاملين حتى المركب ده مجسم كده، بلاقي ناس بقى بتدخل جوه المركب كده وبتتصور بقى جواه، بيبقى برضو الصورة بتطلع تحفة قوي. بعد كده ادي اهو اللي هو الكراسي بتاعة المطعم جوه
بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تقدروا ان انتم تقعدوا عليها في مكان مكيف او تقعدوا بره في المكان المفتوح. وادي شكل كده برضو شويه ديكوريشن موجوده في اللوبي، وادي برضو بيانو موجود في اللوبي. طبعا البيانو ده بيجي له ناس بتعزف عليه. طبعا تقدروا تسالوا في اللوبي على الميعاد بتاع الحفلات اللي هي بتبقى للبيانو، بتبقى بقى حفلات جميله جدا والناس بتيجي تعزف. بتبقى القعده حلوه قوي والعزف بتاعهم بيبقى حلو جدا. واللي بيميز الاوتيل ده برضو بالليل، انا فضلت موجوده علشان افرجكم، البول بيبدا ينور، والاماكن كلها اللي هي الفود كورتس والاماكن كلها المحيطه بالاوتيل سواء تيفولي دوم او المنطقه اللي هي على الشمال بتاعه الفود كورس برضو بتبقى كلها منوره، فبالتالي الاوتيل ما بيبقاش مظلم بالليل وما بتحسش بالزهق فيه. وبكده يكون الفيديو خلص والجوله بتاعتنا خلصت. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيفرق معايا كتير وبيخلي ناس اكتر تشوف الفيديو، وتعملوا كومنت تقولوا لي الفيديو عجبكم ولا لا، وحابين نعمل جولات فين تاني. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي وناخد اكبر جولات مع بعض. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.